السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والبديل والند والكفر والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العين ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، واتصلت عينه بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله جل وعلا كتابه على الناس تبصرة وذكرى، وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلو على أصحابه القرآن ويبين لهم معانيه ويقف معهم على عجائبه، وكان عليه الصلاة والسلام يطلب أحيانا من أصحابه أن يتلو عليه القرآن، كما جلس صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فشرعت أقرأ من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي: حسبك. قال: فرفعت عيني إليه وإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أيضا على أصحابه القرآن. جلس عليه الصلاة والسلام إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبي، إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: يا رسول الله، وسماني الله لك، يعني هل ربنا جل وعلا أمرك أن تقرأ على أي واحد من أصحابه فأنت اخترتني، أم أن الله تعالى بذاته العلي جل وعلا سماني لك؟ قال: اقرأ على أبي وسماني الله لك. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فانفجر أبي باكيا. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ على أصحابه الآية ثم فسرها لهم، وربما ذكر لهم الكلام ثم تلا عليهم الآية، وربما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام توجيها معينا ثم يستشهد بالقرآن، وأحيانا يقرأ القرآن لهم ثم يفسره عليه الصلاة والسلام لهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: خرجت يوما وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في ليلة من الليالي. قال: فمشينا حتى وقفنا عند المسجد. قال: فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى تلاوة ابن أم عبد. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كله مسقوفا، كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فكان الناس في الظهر في شدة الشمس أو في المطر يجلسون في الجزء الذي عليه سقف، وفي غير ذلك في الليل أو مثلا في الفجر أو في غير ذلك يجلسون في الظل، يجلسون في الموقع الذي ليس فيه سقف. فكنت إذا وقفت خارج المسجد تستطيع أن تسمع من هم في داخل المسجد. وهكذا كانت بيوتهم. أليس في الحديث الصحيح أن نفرا من اليهود مروا يوما ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو وعائشة في داخل البيت، فقال اليهود وهم في خارج المسجد: السلام عليكم يا محمد، في خارج البيت، فكانوا يعلمون أنه في الداخل. وكان بيته عليه
الصلاة والسلام كبقية البيوت، بعضهم مسقوف وبعض غير مسقوف، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليكم، وهو في داخل بيته. فقالت عائشة لما سمعتم يقول السام عليكم علمت أن السام هو الموت. كيف يقولون الموت عليكم؟ فقالت بل عليكم السام واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ الآن يقولون السلام عليكم وتريدني أسكت. أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها أولم تسمعي ما قلت؟ أنا قلت وعليكم، يعني أنتم تقولون الموت عليكم، أنا أقول عليكم بعد. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فكان الذي يمر بخارج البيت يسمعهم في داخل البيت. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بخارج المسجد، وإذا عمر معه وأبو بكر، وإذا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن في داخل المسجد. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار يستمع إليه، ثم قال لصاحبيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم انتهى الصحابي من تلاوته ورفع يديه يدعو الله تعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، سل تعطى، سل تعطى، يعني أنت الآن في وقت إجابة لدعائك، سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. فكان عليه الصلاة والسلام يثني على قراءة من يقرأ القرآن ويتقنه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إني لأعرف، قال هذا الكلام لما كانوا راجعين من غزوة أو سفر، وكانوا أثناء رجوعهم من الغزو أو السفر إذا كان عددهم كبيرا يقسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بحسب قبائلهم، فيقول مثلا قبيلة ثقيف كم عددكم؟ قالوا عددنا مثلا في الجيش 400. يقول أنتم مع بعض، أكلكم وشربكم وأموركم مع بعض، تنزلون وترتحلون مع بعض، اللي معه الدابة يركبه أخوه دابتك ونحو ذلك. أنتم يا خزاعة مع بعض، أنتم يا الأشعريون مع بعض، أنتم يا بكر مع بعض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ومجموعات معه، لأنه لا يستطيع أن يطعم هؤلاء جميعا وهم ربما يصلون 30,000 كما في تبوك. فكانت طريقته العسكرية أن يقسمهم وتكون التغذية وما شابه ذلك كل مجموعة لوحدها كنوع من الإدارة. فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يقول نحن إذا نزلنا في الليل وأظلمت علينا الدنيا لو تسألوني تقولون لي أين قبيلة الأشعريين؟ أستطيع أن أقول لكم ورائي أو أمامي أو يميني أو يساري. لكن لو يسألون عن قبيلة بكر أو خزاعة ربما لا يدري إلا أن يأتيه وحي. لكن الأشعريون يقول أنا أدري وين الناس فيه. قالوا كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ فقال بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم من يتدارس القرآن، من يحفظونه، من يجتمعون على معرفة معانيه. وكان عليه الصلاة والسلام يشرح لهم كلام ربنا جل وعلا ويبين لهم معانيه. واليوم ربما عدد من الناس يقرأ القرآن ولا يفقه ماذا يقرأ، يقرأ غاسقا إذا وقب، يقرأ والعاديات ضبحا ولا يفهم ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر في الجزء السادس تعلم تفسير القرآن. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ولو أن رجلا وصله رسالة من حبيب له بلغة لا يفهمها، أنت مثلا ما تفهم اللغة الفارسية وصلتك رسالة من فارس، اللغة الرومية وصلتك رسالة بهذه اللغة وأنت لا تفهم هذه اللغة، قال فإنه سيحرص على أن يبحث من يفسر له ذلك ليفهم كلام حبيبه. أليس كذلك؟ أنت لو وصلت رسالة من أخيك المبتعث في أي دولة
وتعلم أنه لا يستطيع جواله ما يكتب بالعربي، ما يكتب إلا بالفرنسي أو الألماني أو كذا، وصلتك رسالة طويلة فلم تفهمها، تجد أنك لن تشرع في مسحها وتقول والله ما أفهم ألماني أبى أمسح، لا، إن كان غالبا على قلبك ستسعى إلى معرفة معناها. ربما دخلت في الإنترنت أو بحثت عن من يفهمها لك لتفهم كلام حبيبك. أما إذا كان الشخص غير مهم فإنك ربما لا تحرص على تفهم شيئا، ولا أحب إلينا من ربنا جل وعلا أن نفهم كلامه الذي أرسله إليه. وكان السلف رحمه الله تعالى يجتمعون لتدارس كلام الله جل وعلا. هذا القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على جميع الكتب السابقة، فما من حكمة في التوراة إلا وفي القرآن مثلها أو خير منه، وما في الإنجيل حكمة ولا أدب إلا وفي القرآن مثله أو خير منه، وما في الكتب السابقة صحف إبراهيم والزبور وغير ذلك من الصحف التي أنزلت على الأنبياء سواء ما عرفنا منها أو ما لم نعرف إلا موجود في القرآن مثلها وأحسن منها. يقول الله جل وعلا عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا موافقا. تلك الكتب قالت الله واحد والقرآن قال الله واحد، تلك الكتب قالت الخمر حرام القرآن قال الخمر حرام، تلك الكتب فيها صلاة وصوت القرآن فيه صوت وصلاة. مصدقا ليس مكذبا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ثم قال ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني جامعا مسيطرا حاويا كل ما في تلك الكتب السابقة. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه أن من القرآن محكم ومنه متشابه، وبين الله جل وعلا أيضا في كتابه أنه مثاني كلام يكرر أحيانا بأساليب متنوعة. هذا القرآن يحتوي على أحكام شرعية، يحتوي على آداب في التعامل بين الناس، كيف أتعامل مع أبي وأمي بالولدين إنسانا، كيف أتعامل مع أولادي وأنفسكم وأهليكم نارا، كيف أتعامل مع البائع وأحل الله البيع وحرم الربا، كيف أتعامل عند الدين إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، كيف أتعامل مع من ربما يقتل ولدي. ذكر الله تعالى نصوصا في ذلك ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في أحكام وفي أنواع من التعامل مع النفس وأنواع من التعامل مع الشيطان. تعالوا اليوم نتكلم عن هذا الشيطان، وما هي نزغات الشيطان، ولماذا قال الله تعالى إن الشيطان ينزغ بينكم؟ لماذا ما قال إن الشيطان ينزغ فيكم؟ لأن الشيطان ينزغ في داخلنا، يوسوس في داخلنا. لماذا قال الله تعالى ينزغ بينكم؟ وما السبب في أن الشيطان أصبح ملعونا؟ وما هي نهاية الشيطان أصلا؟ وهل الشيطان متزوج؟ وهل له ذرية؟ وما عدد ذريته؟ تعالوا نتكلم حول ذلك خلال ما تبقى معنا من دقائق. يقول الله جل وعلا وهو يبين عداوة الشيطان للإنسان، قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيان، لأن آدم بخروجه من الجنة صار تعب آدم أكثر من تعب امرأته. تجد أنك أحيانا ربما تسافر في طلب العيش وتتصل على امرأتك 9 الصباح ما ترد عليك، وأنت من الفجر تشتغل، تتصل الساعة 11 صباحا ترد عليك لسه صاحي من النوم، تقول وين قالت والله راكده؟ اي والله يحب لك راكدين، وانا قاعد اكرف من الفجر واشتغل وتمسكني الزحمه وتعرض الحمامات راكده، تقول لي وش صحيح الصبح؟ انت موجود والعيال راح المدارس. لذلك الله إلا بعض النساء التي تعمل مثلا، لكن الاصل ان التعب والكدح في الغالب على الرجل. ولذلك قال الله عز وجل لآدم فلا يخرجنكما من الجنة. تراك مرتاح في الجنة يا آدم، ما يحتاج تشتغل ولا يحتاج تكد على عيالك ولا يحتاج انك تزرع الارض، كل شيء موجود. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تراتب الكتاب إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحك. قال الله فوسوس إليه الشيطان فبين الله تعالى
الشيطان لكم عدو. طيب قال فاتخذوه عدوا. العدو لا تطعه، العدو إذا حدثك فلا تصدقه، العدو إذا نصحك فلا تقبل نصيحته، العدو مهما حاول أن يظهر لك المحبة والقرب فاتهمه. قال فاتخذوه عدوا. ويقول الله جل وعلا يوم القيامة للناس ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إيش عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عداوة الشيطان للإنسان قديمة. أول ما خلق الله جل وعلا آدم خلقه أضخم من أجساده، طوله 60 ذراعا في السماء، والذراع هو ما بين نهاية الأصبع الأوسط إلى الكف، يعني تقريبا 40 سم تقريبا أو قريبا، فهو 60 ذراعا، يعني قريب من 30 متر أو قريب أو أقل منه، في 7 أذرع. يقول عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق يتناقصون. ولذلك حتى الأمم التي قبلنا قوم عاد وثمود وهود، هذه الأمم كانوا أطول منا أجسادا، لم يكونوا مثل أجسادهم. ولذلك ترى بيوتهم اليوم أسقفها عالية وأبوابها عالية، ليست مثل بيوتنا نحن، ربما يكون طول الباب متر و80 سم أو مترين إذا أكثر. لا، هم أولئك كانت الباب طويلا حتى يستطيعون أن يلجوا فيه دخولا وخروجا، فكانت أجسادهم أضخم من أجسادهم. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من صلصال من حمأ مسنون، من فخار، من طين فخار، ولبث آدم 40 سنة جثة. فكان الشيطان يمر به كما ذكر هذا الكلام ابن كثير وغيره في التفسير، ويقول لأمر ما خلقت، يقول أنت خلقت لشيء لا أعرفه، لأمر ما خلقت. ثم قال الله تعالى للكل، قال جل وعلا للملائكة وقال لإبليس الذي كان مع الملائكة متعبدا إني جاعل في الأرض خليفة. كانت الأرض فيها قبل الجن يعيشون، والجن خلقوا قبل الإنس فعادوا فيها فسادا وتقاتلوا، فأرسل الله الملائكة وطردتهم إلى جزائر البحر في جزر بعيدة، ثم خلت الأرض. فقال الله تعالى الملائكة أخبروا أنه سيخلق خلقا يخلق بعضهم بعضا يتوالدون، إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة وتذكرت أن الجن أحسن، ايش الفائدة يخلق خلق آخر يفسد؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا كان يا ربي مرادك جل وعلا، مرادك يا ربي أن تعبد، ها نحن نعبدك. إذا كان مرادك أن توجد مخلوقات تسبحك، نحن نسبحك. قال إني أعلم ما لا تعلم. ثم قال الله جل وعلا إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس تكبر وملأ الحقد قلبه، فأول من حسد إبليس. الحسد هو من أخلاق الجبناء وضعاف النفوس. أول من حسد إبليس، حسد آدم لماذا يسجدون له وأنا لا يسجدون لي؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين وبدأت العذاب. لعن الله تعالى الشيطان وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. ليش ينظرك؟ لماذا طلب الشيطان التأجيل؟ حتى يفرغ ما في قلبه من حقد على آدم وذريته. لذلك ماذا قال الشيطان؟ قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يا رب لو تعطيني عمر طويل بس، لئن أخرتني إلى يوم القيامة ماذا ستفعل لآدم؟ ما آدم لن يعيش ليوم القيامة، آدم يموت قبلها. لكن الشيطان هدفه أبعد، ما يريد آدم، يريد ذريته. فقال
الشيطان وبدأ يكيد لآدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حتى أخرج الله تعالى آدم عليه السلام. ولذلك الشيطان مكنه الله تعالى من أشياء امتحانا للناس، لكن ربنا جل وعلا جعل عندنا من الطرق ما نكف به الشيطان طرق سهلة جدا إذا استعملناها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان، بل أخبر الله جل وعلا فقال عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أن الدم يجري في عروقه الشيطان موجود معك يوسوس. وما يولد أحد من بني آدم إلا ولد من الشياطين أحد يكون معه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن النسائي: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفي بيتها نام معها على الفراش، فهي أمنا رضي الله تعالى عنها انقلبت ووضعت يدها لتلمس زوجها فإذا هو ليس على فراشه، فقامت تبحث في ظلمة الليل وهم في السابق ما عندهم كهرباء، عندهم السراج، وإذا أرادت أن ترى في الغرفة يحتاج تضوء وتشعل السراج شغلة طويلة يعني، فهي بحثها على ما يسرها من ضوء القمر أسهل لها من إشعال السراج، فأخذت لها الظلام تبحث، فوقعت يدها على شعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإذا عليه الصلاة والسلام قالت بس ابتعد عنها بسبب القراءة معهم، فلما وضعت يدها على شعره فتح عينيه وعلم أنها تبحث عنه، لأنها ظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: جاءك شيطانك. جاءت ستيس: جاءك شيطانك. فقالت له: وأنت أما لك شيطان؟ أنت بعد ما يجيك الشيطان مثلي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم يعني الشيطان أسلم دخل بالإسلام، وقيل فأسلموا يعني أنا أسلم منه بشكل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد شيطان حتى هو بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى أعانه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يوما معتكفا في مسجد، وكان في اعتكافه تأتي إليه نساء وأحيانا تزوره، فأقبلت إليه حفصة رضي الله تعالى، أقبلت إليه صفية رضي الله تعالى عنها تزوره في الليل، وجلست معها وتحدثت، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها تنقلب، فقام ليقربنا، قام يمشي معها في الظلام، لأن صعب المرأة في ظلمة الليل لوحدها، خاصة في عصرهم، يعني كانت البيوت يعني ساكنة ولا في أنوار، ربما يعني يكون في بعض ما يؤذي من دواء ونحوه. فلما أرادت تنصرف قام النبي صلى الله عليه وسلم معها يمشي في ظلمة الليل، والشوارع ما فيها أحد لأنهم في الغالب مع غروب الشمس خلاص ينامون. فبينما هو كذلك وإذا برجلين يمشيان، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، كأنهم انحرجوا، كأنهم كشفوه وانحرجوا ما ودهم إلا شافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: على رسلكما، إنها صفية، ترى اللي معي زوجتي، إنها صفية. مثلا لو أن إنسان مثلا ذهب إلى بعض الأماكن ربما التي يذهب إليها بعض الناس مثلا للفساد، دول معينة مشهور يذهب إليها واحد للفساد، فرآك شخص وأنت في الدولة، ثم قال لك: ما شاء الله أنت في الدولة، فلا تسكت تقول: والله أنا جاي هنا تعال، أنا عندي مشكلة في الكلى وصفوري هنا، بين له حتى لا يقع في قلبه سوء ظن بك، حتى لو ما سألك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أسرع رجلا قال: على رسلكما، لا تسرع، خفف، على رسلكما
إنها صفية ترى الإمامين زوجته. فقال سبحان الله أفيك نشك؟ يعني استغفر الله نشك، يعني معقول يا رسول الله نتهمك أن معك زوجة أن معك امرأة أجنبية عنك في الطلاق، يعني فيك نشك. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا فتهلكا. خفت يوسوس لكم الشيطان حتى لو ما تكلمتم تذهب تمشي ويوسوس لك إبليس وتسيء الظن بنبيك عليه الصلاة والسلام فتهلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام يحذر من قرب الشيطان من الإنسان، وأمر عليه الصلاة والسلام بمراقبته، يعني يدفع الأشياء اللي ترغب فيها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن ركوب الإنسان على دابته، قال إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل لعن الله الشيطان، فإن الشيطان حينئذ يتعاظم حتى يسد الطريق ويقول بقوة غلبته، وإنما فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتصارع حتى يكون كالذبابة يريدك بالقرب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليرفعها وليرمى بها من أذى وليأكلها ولا يدعها الشيطان. ألغي الشيطان، إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا، استشعر أنه عدو لك، لا تخليه يأكل الطعام. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما فأقبلت جارية كأنها تدفع، كما في حديث الضيف الذي رواه مسلم يقول جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت جارية يعني صغيرة إلى الطعام كأنها تدفع، كأن في شخص وراها يدفعها، فجاءت ووضعت يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فمد يده فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، صارت يده اليمنى واليسرى كلاهما مشغول ماسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهما، يعني هم ما قالوا بسم الله، أنت إذا قلت بسم الله لم يقل الشيطان، فالشيطان لأجل يدخل في الأكل جعل الجارية تأتي ولا تقول بسم الله، تأتي مباشرة حتى يأكل معها. قال فأمسكت يدها وأمسكت يده ووالله إن يد الشيطان معنا في يده ويدها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا دخل أحدكم بيته فليقل بسم الله، وإذا أراد أن يأكل طعامه فليقل بسم الله. لماذا؟ قال إذا قال عند دخول البيت بسم الله تدخل بيتك بسم الله وأنت داخل، فإذا قلت ذلك قال الشيطان لا مبيت لك، ما في منسى في البيت اليوم، ما في الشارع، ما في نوم عند هذول ما دام يذكرون الله ما في. إذا قال بسم الله وهو داخل قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا قال بسم الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، اليوم لا تقدر تنام في البيت ولا تتعشى معه. وإذا لم يذكر الله في دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، اليوم الله يحييكم الممسى هنا والعشاء هنا، أدركتم المبيت والعشاء. ليش؟ لأنه ما قال بسم الله، ما طرد الشيطان، والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم آية السجدة، إذا قرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم سجد، أي آية سجدة في القرآن، إذا قرأ الإنسان ابن آدم آية السجدة فسجد تولى الشيطان وهو يبكي. لماذا؟ يقول يا ويله، يعني نفسه، يعني كان يقول يا ويله يا ويله أمر بالسجود فعصى فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. إذا أردت أنك ترغب الشيطان تجعل فعلا يولي وهو يبكي، إذا مررت بآية سجدة لا تتكاسل، وأن تقرأ القرآن مررت بآية سجدة لا تتكاسل، اسجد
فإنك إذا سجدت أرغمت الشيطان، كأنك بصقت في وجهه، أرغمت الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام متكلما عن الأخلاق، قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. يعني حتى الشيطان ربما جعلك تستعجل في بعض الأمور فأفسد عليك شأنك. ولذلك أيضا تأني الإنسان وأن يكون راكدا رزينا، فإن هذا يعطي الإنسان أثر في حياته ويبعد عنه الشيطان. الشيطان له عدة أساليب. إن الشيطان ينزغ بينه، الشيطان له عدة أساليب في إغواء بني آدم. من ذلك التزيين والإغواء. يقول الله جل وعلا مخبرا عن الشيطان قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذا أراد أن يغري الإنسان بفعل معصية، مثلا إخوة يوسف لما أرادوا أن يلقوا يوسف في البئر، اسمع كيف أغواهم الشيطان في البداية، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. ماذا نفعل؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما معنى وتكونوا من بعده قوما صالحين؟ مثل اللي يقول مثلا: أنا سأذهب بسافر البلد الفلاني، أروح المكان الفلاني وبعصي وبأشرب خمر وكذا، والشيطان يزين له. فإذا قال استغفر الله نسأله حرام، فيقول الشيطان: حتى لو حرام أنت شغال، لكن العودة بدل ما تحجز على الدمام مباشرة احجز على جدة واعتمر واستغفر بعدين تعال الدمام. مثل ما قال إخوة يوسف هنا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، بعدين قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعدين تتوبون وتصيرون صالحين وتكونوا تخلصتم من الشيء الذي أشغلكم. التزيين يزين له، مثلا أراد أن ينظر إلى محرم زينه له، أراده أن يشرب خمرا زينه له، أراده أن يقتل زينه له، أراده أن يصنع شيء يبدأ يزين له ويظهر بالمظهر الحسن حتى يقبل الإنسان عليه. وكذلك من أساليبه الكذب والمخادعة، كما قال الشيطان لآدم: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة؟ تدري يا آدم لماذا الله قال لك كل ما شئت من الجنة إلا الشجرة؟ تدري ليش الله منعك منها؟ قال: ليش منعني منها؟ قال: إلا أن تكون ملكين. أنت لو تأكل منها تنقلب ملك من الملائكة وتصير لا تعصون الله ما أمر. طبعا كذاب، لا يمكن أن آدم يخلق بشرا ويأكل ثمره ويتحول ملكا. ولو شاء الله أن يكون ملكا لخلقه ملكا، لكن كذب من الشيطان. قال: إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جعله قسما بالله يا آدم إني صادق، قسما بالله يا آدم إني لك ناصح. حتى هو كذب ومخادعة. وأحيانا يتسلط الشيطان عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعمل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. إذا الواحد نام يأتي الشيطان يعقد عليه حتى ما يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر. قال: فإذا قام فذكر الله تعالى انحلت عقده. يعني أنت تستيقظ لتصلي الفجر، خاصة أيام الفجر مبكر يعني، وربما الواحد ينام الساعة 12 مثل الساعة 4 إلا ثلث تقريبا يؤذن أو 3 ونصف 5 إلا أنت عليه ما بعد نام. فهو أول ما ينام يأتي الشيطان يعقد عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرط. الليل طويل الرقد، يأتي ينام والشيطان يزيد عليه نوم كل فرقد، ترى الليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده. يعني يكون الشيطان قال 100%. لو استيقظت ردت الساعة مثلا أو الجوال أو كذا، فأول ما رد حطيت يدك وتطفيه أو بتاخذ وقلت لا إله إلا الله أو الحمد لله الذي أحيانا، ذكرت الله مباشرة ثلث الضغط اللي عليك يرتفع عنك. قال 3 عقد إذا استيقظ فذكر الله تعالى
ارتفع عنه 60%، ثلثان ارتفع، انحلت عقده. قال فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس إنسان. الصحة مثل ما يقولون قاطرة معه، نفس يعني ما يقدر يكلم أحد، كسلان، ولا إذا صلى صار نشيطا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، ذكر له حال رجل نام حتى أصبح، يعني ضيع الفجر حتى طلع عليه ليس الفجر الصبح. يعني هذا الشيطان عقد عليه 3 عقد وتمت العقد وظل نائما. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. هذاك الشيطان بشدة إهانة له جاء وبال في أذنه، ليس فقط أنه جعله ينام عن صلاة الفجر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا في كتابه أنواع من نزغ الشيطان بين الناس. تعالوا نقف على شيء من هذه الأنواع. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي. ماذا يقول لنا يا ربي؟ ما هو التوجيه؟ يقول التي هي أحسن، يعني يختار أحسن الكلام بدل ما يقول التي هي أسوأ وهي أخبث. لا، يقول إن شاء الله وأبشر وبارك الله فيك. يقول التي هي أحسن. ليش؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أول ما يفسد الشيطان بين الناس بسبب هذا اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما حدثه بعدد من الفضائل، ثم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أنا بعطيك شيء يجمع كل الفضائل التي ذكرتها لك. لما قال: الصلاة نور والصدقة برهان، وذكر عليه الصلاة والسلام يذكر الفضائل، ثم قال: أنا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أنا أعطيك كلمة تجمع لك كل شيء. قال: بلى. قال: فأخذ بلسان نفسه، قال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، يعني لدرجة اللسان خطير؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وش اللي يجعل بعض الناس يغرس في النار إلا قذف لفلان في عرضه ولا غيبة لفلان، إلا اللي حصد الإنسان، إلا حصائد ألسنتهم. وياما سبحان الله أفسد الناس بألسنتهم، وجاء الشيطان يتمكن حتى ربما وقع في جرائم. لا أنسى مرة ألقيت محاضرة في أحد السجون، وكانوا قد جمعوا لي السجناء في مكان كبير، وألقيت عليه محاضرة. عندهم مسجد يأخذ يمكن 1000 ولا 1500. فلما انتهيت قال لي الأخ اللي معي المرشد الديني، قال: يا شيخ، في مجموعة من السجناء موجودين في السجن الانفرادي، ما راح يمكن يختبروا وتعطيهم محاضرة. قلت: لا بأس، كانوا فعلا في غرف، كل غرفة ظهر الغرفة الأخرى، وهو لا يرى أمامه إلا القضبان، وبعدين سيل متر تقريبا إلى السجن. وهؤلاء اللي عليهم قضايا ولم ينتهي التحقيق أو لم ينزل الحكم القضائي أو كذا، عليهم في الغالب قضايا قتل أو صفر أو قضايا كبار. فجئت وألقيت المحاضرة، ثم مرة يتسلم علي، مررت وإذا شاب سبحان الله وجهه ليس وجه مجرم، وعمره يمكن 24 سنة. دخلت يدي من بين القضبان: السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف الإنسان؟ طيب. دعيت له وكذا ومرض. ثم سألت اللي معي، قلت: هذا ما جريمتك؟ قال: هذا يا شيخ ذبح زوجته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذبح؟ قال: والله ذبح بالسكين. قلت: كيف؟ فقال: هذا تزوج، وهناك مجموعة من أصحابه يريدون أن يفسدوا زواجه، يبغون يطلق لأي سبب من الأسباب. فجاء يوم من الأيام واحد منهم قال لي: يا فلان، أنت شريت سيارة جيب أسود؟ قال: لا والله.
قلت ما أدري، بس أنا شفت واحد اليوم الصبح وأنت في العمل كذا جاي وسجل أسود وقف عند بيتك وركبت معها واحدة، أخذ لها لفة شوي ورجعت. ما أدري عندك شغالة، عندك ما في إلا زوجتك، والله ما أدري. بعدين جاء واحد ثاني، أنت عندك كامري زرقاء؟ قال لا. قال يا أخي في واحد بعد صباح كامري زرقاء. بدأ الشيطان ينزغ في قلبه. وجاءت زوجته، أنت عندك علاقات، أنت كذا، من راعي هذا؟ سألت منه من راعي الجيب الأسود؟ من راعي الكامري الأسود؟ أنا أعرف وأنا كاشف. المرأة عفيفة، فلا زالت الأمور تكبر بينه وبينها حتى قالت الظاهر يا أما عندك مرض نفسي ولا عندك مشكلة، وذهبت إلى أهلها. فزاد عليه المفسدون الكيد. والله في شياطين انس صفق ابليس له مبتهجا وباعهم فلوما وقال ما عاد لي دور هنا دوري انا، انتم ستلعبون. وكنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. بعض الناس اعوذ بالله يكيدون ككيد الشيطان او بعض. فذهبت الفتاة الى اهلها وهي عفيفة، فلا زال اصحابه به. الان ضبطت الامور لها، ما عندها الا شيطان في البيت، الحين تطلع تاخذ راحتها وهي زوجتك، انت ما عندك غيره، بكره تحمل وتقول هذا ولدك. فلا زالوا به حتى حضره الشيطان يوما ونسف في قلبه، فذهب قفز في بيتهم ودخل توجه الى غرفتها ومعه سكين وذبحها على سريرها وحكم عليه بالقتل. شوف الشيطان كيف يوسوس وينزل، وربما استعمل الشيطان بعض الناس في سبيل الله. والله يا جماعه سبحان الله، حتى لما قال لي ذلك رحمت، يعني وجهه ليس وجه واحد متاصل فيه الاجرام، لكن كون الانسان يسيطر عليه الشيطان بنزغاته ووسوسته ثم يصل الى هذا الحال، هذا يدلك انه لم يستعد بالله تعالى. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله، الجا الى الله، استعد بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يوصي احد تلاميذه، قال لو مررت بغنم فنبح عليك كلبها، الغنم معها كلب حراسه وكذا، فنبح عليك كلبها وتبعك، ماذا تعمل؟ قال ابيه بحجر ثم امشي. قال فان عاد؟ قال ابيه بحجر اخر وامشي. قال فان عاد؟ قال ابيه بحجر ثالث. قال ابن القيم فقلت له هذا امر يطول، اذا تقعد تضحك وترمي بحجر ولا يوقف، هذا امر يطول، ولكن لماذا لا تكلم صاحب الغنم ليصرف عنك كلبا؟ قل للراعي يا اخي فكري من الكلب، والراعي هذا كلبه وانتهت. قال احسنت. قال فكذلك انت مع الشيطان، ان بقيت يوسوس لك وانت تنصرف يمينا ويسارا لن تستفد، لكن الجا الى ربك وربك. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ يعني التجا واهرب واتوجه واحتمل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فانك اذا فعلت ذلك حميت نفسك. ولذلك دائما الانسان لو وسوس الشيطان، شاب جالس على الكمبيوتر وسوس الشيطان انه يقرا شيء معين، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسوس الشيطان للانسان ليغتاب احدا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غضب الانسان وكاد ان يضرب ولده وليضرب زوجته، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب احدهما حتى اثبت يعني يا جماعه الواحد الان لما يتكلم كلاما متتابعا تجد ان كل يعني تشوف كم جمله يوقف ويبدا عليها طغاه. لما يكون غضبان جدا تجد انه ما يوقف ليبدا عليها ويتكلم حتى يبدا اللعاب يطلع من فمه ويتكون حمل سفت. فواحد منهم من شده الغضب يتكلم انا قلت معك سويت حتى اثبت بشده الغضب ما عنده وقت يبدا عليها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اني لاعرف كلمه لو قالها
حبيبة أنا عندي الحل، إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قال ماذا يقول يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اسمع السبب. قام واحد من الصحابة إليه، لأن من حقكم أنكم تقولون طيب ليش ما قال له؟ صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الشيطان الرجيم، ليش ما قال له؟ قام واحد من الصحابة إليه وقال له يا فلان، وهو غضبان يهرش، قال يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتفت إليه قال أتراني حمارا؟ هل أنا حمار؟ ولا قالها من شدة الغضب ما فهموا وش يقول. قال أهل العلم في شرحها فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل في حال شديد من الغضب إلى درجة أن لا يمكن توجيه شرعي الآن، فبالليل يحدث. ولذلك الصحابي راح إلى ابنه ما قبل قال شيخ حيوان أنت علمني، شوفني حمار، له رابي حمار. فإذا قال عذاب من الشيطان الرجيم ذهب عنه يجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اليوم توسعت دائرة الشيطان في النسب في اللسان. السابق كان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم، كانت متعلقة فقط بالكلام العادي. الآن من خلال الإنترنت يقول التي هي أحسن، وياما ناس بدوا يتسابقون ويتشاتمون من خلال الإنترنت، سواء على صفحات التواصل الاجتماعي ولا المنتديات ولا في غيره. ويبدأ هذا يطلع مقطع يصير فلان في الكيك، وهذا يطلع مقطع يصير فلان في الكيك، وهذا إلى آخره في وسائل الإعلام في الجرائد. ولذلك بينت عائشة حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول التي هي أحسن، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ولما ذكر الله جل وعلا الكلام السيء في كتابه بين سبحانه وتعالى أنه خاص بالمنافقين، والمنافقون هم الذين لا يقولون التي هي أحسن بل يقولون التي هي أسوأ. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة بني المصطلق أو المريسية، فلما رجعوا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها النساء كن على دوام، يأخذون نساءهم لأن الواحد يجلس شهر ونصف أحيانا في السفر، ويحتاج أحيانا النساء في الطبخ في غسل الملابس في تكون مع زوجها. فكان ليس النبي صلى الله عليه وسلم بس يأخذ النساء، الكل يأخذ النساء يكون معهم مجموعة نساء. فكانت أحيانا النساء يمشون مع بعض أحيانا جنب زوجها، فكان في مجموعة وظيفتهم رعاية الدواب الإبل اللي عليها النساء. يأتون ويريحون البعير وتنزل المرأة ويفكون الهودج من فوق البعير، يأكلون البعير يشربونه، بعدين يربطون الهودج عليه، تجي المرأة وتركب. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشغولون بشؤونهم وفي ناس مختصون. فجاء الذين هم مختصون بهودج عائشة، جاءوا وضعوا الهودج وركبت فيه ثم تأخروا، فقالت بروح سأذهب أقضي حاجتي وأرجع، يعني حتى ما تقول الموقف لبول أو ماء. فذهبت وقضت حاجتها ثم رجعت، فتلمست وإذا عقد لها قد سقط، وقد عقدت بسنة ليس لها بعد، فرجعت تبحث عنه في مكانها. فلما ذهبت تبحث عنه جاء الذين هم مختصون بالبعير وقوموا البعير ومشوا وهم يدخلون عائشة في داخل الهودج. الهودج مثل الكرسي أو الرحل له قوائم 4 وفيه ستارة تجلس المرأة داخل، ستارة رقيقة هي تراها وهم ما يرونها حتى تأخذ راحة المرأة وتكشف وكذا. فهم ما يدرون أنها فوق، تقول وكنت جارية خفيفة اللحم ما يشعر بوجود أو غير وجود. رجعت وإذا العسكر قد دخلوا، قالت تبتبر حتى يرجعوا. في هذه الأثناء غلبها النوم، وإذا بصوت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإليه راجعون. وإذا صفوان بن معطل فجمعت عليها ثيابها ضربت. جاء الرجل وأنا في البعيد عندها ولا قال ولا كلمة، عرف أنها ضايعة وصدت.
وبسم الله بعث البعير ومشى، ما كان ولا كلمة حتى جلسة من انتهينا وراحوا، ما قال ولا كلمة. وكان صفوان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يتأخر عني حتى إذا كان سقط منهم شيء متاع ولا شيء يشيل وجاء. وقيل كان يعني ثقيل النوم جدا فيستيقظ متأخر ويلحق، فلما أقبل جعل يمشي مشيا طويلا حتى أصبح. أول ما وصلوا الناس بعض الداخل والنازلين قبل يصلوا المدينة نزلوا يفطرون ويغدون وكذا، وإذا المنافقون موجودون. فالتفت عبد الله بن أبي بن سلول ونظر ثم قال: زوجة نبيكم مع رجل إلى الصباح والله ما سلمت منه ولا سلم منها. فقال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم مجموعة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إن سمعتموه. وجعل الله تعالى يوجه المؤمن: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أنت تتكلم في موضوع لك نية تتكلم خير ولا خير سهل، سكوتك أسمع لك من كلام. وهذا من نزغات الشيطان. انظر كيف الشيطان نزغ حتى جعل هذا المنافق يتكلم بالذي هي أسوأ. وكل عبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ومن نزغات الشيطان أن يطيعه الإنسان في ظلم لأحد. غيلان بن سلمة الثقفي هذا رجل دخل في الإسلام وعنده 10 نسوة، فلما دخل في الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن 4 وطلق الباقيات. فأمسك منهن 4 نساء وطلق الباقيات وتزوج جميعا. فلما كبر طلق نساءه 4 وقسم ماله بين أولاده. فدعا عمر قال: لماذا فعلت ذلك؟ وما يبغى الحريم يعرف يعني عياله عياله وصلها، لكن هذه بنت الفلان وهذه بنت الفلان شو تاخذ من فلوسي؟ فناداه عمر رضي الله عنه وقال له: والله إني لأظن الشيطان قد نزل في قلبك أنك تموت قريبا، فقلت أعطي ولدي وأحرم الأجنبية. هذه بنت الفلان ولا أجنبية عني؟ هذول عياله، وشو لماذا تأخذ من مالي؟ قال: وأحرم الأجنبية عني، والله لتراجعن نسائك ولتقسمن لهن من مالك، أو والله لأضربن عليك يعني أحجر عليك ثم أقسم أنا مالك بينهن ولآمرن بقبرك بعدما تموت فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال. أبو رغال هذا واحد مكروه في العرب مشؤوم، إذا مروا قبره رموه بالحجارة وهو ميت في قبره. يقول: والله لا تراجعن نسائك ولتقسمن لهن، أو والله لا أضربن عليك أعمل حجر عليك وأقسم لهن أنا من أموالك، ثم لآمرن بقبرك إذا مت بعدين لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال. فنزغ الشيطان للإنسان ليس فقط خاصا بلسانه، ربما نزغه ليظلم أحد، أو ربما نزغه ليختلف مع امرأته، كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم والحديث الأول عند أحمد الأثر، قال: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث رعايا جلودا للإفساد، ثم يعودون ويقول: أنت ماذا فعلت؟ فيقول: فعلت كذا وكذا، ما تركته حتى زنى. قاليت: أنت ماذا فعلت؟ قال: ما تركته حتى سرق. قاليت: أنت ماذا فعلت؟ فيقول له واحد من الجن من الشياطين يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له: أنت يعني ما تركت فلان حتى نزغت في قلبه، نزغت بينه وبين امرأته حتى طلقها، حتى فرقت بينه
نزغ من الشيطان وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يعيدنا من الشيطان ونزغاته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا وسعت عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم وحد صفهم.